بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا جميع صلصة الكراميل. المقادير بسيطة جدا وناجحة. دابا نمروا للمقادير وكيفية التحضير. بالنسبة للمقادير، أول شيء غادي ندير المقلة ديالي على نار مهيلة، وغادي ندير فيها كاس ديال السكر سنيدة. هاد السنيدة غادي نخليها حتى تذوب تماما ويولي اللون ديالها كراميلي. عاد غادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال الماء، واحد الحك ديال الزبادي طبيعي دانون طبيعي نصوص. الا ما كانش متوفر غادي ديروا كاس د الحليب، الا كانت القشده الطريه ديروا كاس ديال القشده الطريه، ومعلقه كبيره ديال الزبده. هاد المقادير هادو غادي نخليهم حتى يولي عندي السكر كراميلي، وانا كنحرك على نار مهيله، يعني يذوب على نار مهيله باش ما يتحرقش ليا. ونتلاقى معكم فاش غادي نضيف ليه المقادير الاخرى اللي استعرضت معكم. هو ملي جاب السكر ولا عندي كراميل بهذا اللون، دابا غادي نضيف ليه في هذا سميتو المرحله غادي نضيف الزبده. ها هي غادي نحركها باش تذوب. نعم، وطبعا العافيه تكون مهيله كيف ما شفتوا. غادي نضيف الزبده وانا كنحرك، ونضيف 2 معالق ديال الماء. غادي كيفور خصكم تبعدوا عليه. نضيف الياغورت الطبيعي حتى هو. هنا كنحركو وما تخافوش واخا جمد تكتل راه غادي يذوب فيه الحراره. صافي غادي نستمر على هاد هكا هاد الطريقه هادي وانا كنحرك حتى يذوب السكر من جديد ويتخلط ليا مع العناصر اللي ضفت ليه اللي هما الياغورت والزبده والماء. كيف ما شفتوا معايا دابت كلشي ديك التكتلات اللي كانت فيه. دابا ولا عندي الكراميل جاهز بدون تكتلات. ها هو. يمكن لكم تحتفظوا به في شي علبه تسدوها تزينوا به الحلويات ديالكم لي كلاص، وفاش ما بغيتو تحتاجوه كيكون عندكم واجد. ها هو قدامكم. ها هي الصلصه ولات عندي جاهزه قدامكم. نتمنى تعجبكم الطريقه. ها هي دي. الا عجبتكم الوصفه شاركوها مع الاصدقاء ديالكم في صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا للجميع، تحياتي.